السلام عليكم. معاكم محمد من قناة برنس جوكو. عدنا للقناة بمقطع جديد إن شاء الله يعجبكم. مقطعنا اليوم أخبار الأنمي. راح نتداول أغلب الأخبار المتداولة أو الموجودة يعني في الأنمي في الفترة الأخيرة. الخبر الأول: أول ملصق رسمي لأنمي كاجيكيوتا، أو هذا الاسم ظاهر يعني قدامكم، القادم في 2025. إنتاج استوديو بونز. تصنيف العمل أكشن خيال. تدور قصة مانجا القتال الانتقامية حول صبي صغير يعيش في إحياء الفقير لمدينة عالمة في السماء. يتم اتهامه زورا بقتل الرجل الذي قام بتربيته. تمت معاقبته بإلقائه في هاوية المدينة في مكب النفايات، حيث تتجول المخلوقات الشريرة جنبا إلى جنب مع عمال النظافة الذين يقاتلونهم. من هنا تبدو رحلة الصبي في الأرض القاحلة بحثا عن الانتقام من القاتل الحقيقي الذي اتهمه. الخبر الثاني: ملصق الموسم الثاني من تاور اوف جود يعرض بتاريخ 7 يوليو موسم الصيف. إنتاج ذا أنسر برودكشن. أما الخبر الثالث: ملصق جديد لأنمي جريندايزريو الذي سيعرض في 5 يوليو موسم الصيف. إنتاج استوديو جاينا. طبعا ذكريات الجريندايزر، فممكن يعني يكون عمل قوي. أما الخبر الرابع: ملصق رسمي للموسم الثاني من أنمي بلو لوك يعرض في أكتوبر. يعني الأنمي راح يعرض في أكتوبر موسم الخريف، وسيكون من 14 حلقة. أما الخبر الخامس: أحد أكثر المسربين موثوقية على تويتر إكس يكشف لنا أنه بعد الموسم الرابع الحالي من قاتل الشياطين سنحصل على إعلان 3 أفلام لإنهاء الأنمي. سيتم تكييف نهاية المانجا بالكامل من خلال هذه الأفلام الثلاثة. طبعا هي فكرة متداولة قبل ورجعت تداولت مرة ثانية، يعني ممكن أنه الأخبار تكون صحيحة. ننتظر الحلقة الأخيرة، فممكن يعلنون إعلان صحيح يعني رسمي. لكن صراحة الفكرة هاي ما أفضلها، حسب فاشلة، مع إن هي إذا تصير لازم تصير، لأن الأنمي أصلا يعني قام ينحرق كل المتابعين تقريبا اللي ما شافوا المانجا طبعا. بس يعني نشوف يصير، لأن فكرة الأفلام مزعجة. أنا الصراحة يعني ما أفضلها، يعني على ما ينزل الفيلم وهاي. فنتمنى يعني نشوف شو راح يصير هذا الموضوع. أما الخبر السادس: أنمي كايجو نمبر 8 يعلن عن لعبة قادمة قريبا على الهاتف والكمبيوتر. صراحة شفت الرسم مالتها لا، أنا ما مهتم باللعبات هاي بشكل عام يعني بس إنه هذا يدلك على إنه الأنمي كيف يعني إنه جاي يستفاد أكثر، والشهرة العالمية، وحتى مجال الألعاب، لأن تعرفوا الأنمي دائما مرات اللعبات الأنمي يشتهر فيسوون من اللعبة مثل سولو ليفلنج. همين كل أنميات أخرى سووا لهن أنمي. فحبيت الرسم مالته شوية، لفت نظري يعني وكذا، إنه ممكن يعني تكون لعبة قوية مثل الأنمي. أما الخبر السابع: مقطع تشويقي جديد لأنمي ذا إلوزيف أو إيلوزيف ساموراي من إنتاج كلوفر ووركس. تاريخ العرض 6 يوليو موسم الصيف. المانجا من تأليف يوسي، مؤلف مانجا فصل الاغتيالات Assassination Classroom. بعد مذبحة عائلته على يد الخائن إيشيكاغا، يهرب الطفل ذو 8 أعوام توكيوكي بمساعدة حفنة من الخدم المخلصين الذين نجوا أيضا من المذبحة. أحدهم هو يوريشيجي، حليف عشيرة هوجو وسيد مقاطعة سوا. يوريشيجي غريب الأطوال بعض الشيء، يدعي أنه مستبصر ويتنبأ بأن توكيوكي سيصبح يوما ما حاكم اليابان، ولكن في الوقت الحالي الهروب من أراضي العدو هو الأولوية. أما الخبر الثامن: تم الإعلان عن أنمي جديد بعنوان تيوغينيا من إنتاج أساشي برودكشن. لم يتم تحديد موعد العرض. يعيش العالم في حروب، حيث تستمر المعارك التي لا هواد فيها بين القبائل البشرية وشبه البشرية، مثل شعب القردة وشعب الخنازير التي تغزو الأراضي البشرية. كاي، صبي من قرية راج، يقضي أيامه منغمسا في المعركة لحماية قريته. وسط المعارك القاسية ومع سقوط رفاقه واحدا تلو الآخر، يتذكر كاي فجأة ذكريات لم يكن من المفترض أنه عاشها. ذكريات عالم يتمتع بالتكنولوجيا المتقدمة ومعرفة حياة أناس خارج هذا العالم.
وهكذا على الرغم من أن كاي كان مجرد قروي، فإن سرعان ما يجد نفسه متورطا في محاكمات كبيرة. هذه قصة خيالية رائعة تؤرخ لنضال ونمو صبي واحد في عالم قاسم. الخبر التاسع والأخير تحديث. طبعا هذا الأنمي اللي نتكلم عنه تأجيله ل 2025، يعني الظاهر إنه كان لازم يعرض بوقت أقرب، لكن حسب المصادر واللي جتني أو الموجود يعني قدامي إنه يتأجل الأنمي ل 2025. ملصق لأنمي الخيال التاريخي Sword of the Demon Hunter المقتبس من رواية بنفس الاسم. الأنمي من إنتاج يوكوهاما أنيميشن لاب. تدور الأحداث في عصر إيدو وتتمحور حول جينتا الحارس الشخصي لكاهنة في قرية جبلية نائية. بالرغم من أن جينتا دخيل على القرية إلا أنه تم تكليفه بمهمة للبحث عن شيطان والقضاء عليه في الغابة، وعند لقائه بالشيطان يخبر شيطان جينتا عن أحداث مستقبلية غامضة ومحيرة. يسافر جينتا ومن معه في رحلة عبر الزمان والمكان تمتد من عصر إيدو إلى هيسي، باحثا عن المعنى المخفي لاستخدام السيف. طبعا هاي الأخبار اللي حصلتها يعني تقريبا ممكن أغلبها قديم، لكن هي أكيد بعد ما نازلة معظم الأنميات اللي جاي يقولها يعني أغلبها بالسابع وما فوق، يعني حتى لو ممكن بالثامن وبالعاشر. وهم خبر يعني أكيد عن كيميتسو، لأن أخبار كيميتسو هم جاي تطلع أكثر وأكثر، خصوصا بالحلقات ما بقى الأنمي راح يخلص، فطلع هذا الخبر. فأتمنى عجبكم المقطع، لا تنسون اللايك والاشتراك. ألقاكم في فيديو جديد، إلى اللقاء.